السلام عليكم ورحمة الله. معاكم نجلاء فتحي، وإن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الملوخية. هعرفك ازاي تخرطيها بطريقة سهلة خالص في البيت. لكن لو أول مرة بتزوري القناة بتاعتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان ما تنسينيش باللايك. في البداية هنغسل الملوخية ونحطها تصفي المية بتاعتها في مصفى كبيرة كده، وبعدين هنجيب فوطة أو فرشة كبيرة نحط عليها الملوخية ونغطيها لغاية ما المية اللي فيها تنشف. هتاخد معاكي حوالي نص ساعة. بعد كده هتلاقي المية اللي فيها معظمها نشف خالص. هنبتدي بقى نجيب كيس من أكياس التلاجة، وطبعا هنحط مش هنملاه، هنحط حوالي نصه بس، نص الكيس زي ما انت شايفة بالطريقة دي كده. أنا طبعا الكمية دي كانت كبيرة فقسمتها على كيسين. هاخد بس نص الكمية وبعدين هشيل نص الكمية التانية لوقت هعمله فيها وقت تاني. هبتدي بقى اطلع الهواء اللي في الكيس كله زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي اهو. تتنيه وتفضلي تدوسي عليه كده لغاية ما الهواء اللي فيه كله يطلع. وبعد كده هسخن سكينة على النار، حرف السكينة بس عشان خاطر اقفل بيه الطرف اللي انا قفلته ده. شوفي الهواء اتفضى من الكيس كله ازاي اهو. تأكدي ان مفيش هواء خالص في الكيس عشان بس وانت بتعمليه ما يضايقكيش. انا سخنت دلوقتي سكينة على النار، وهبتدي بقى امشي السكينة على كل حرف الكيس بالشكل ده كده. او ممكن كمان تمسكي حرف الكيس تمشيه على حلة سخنة على النار، او على عين البوتاجاز نفسها، بس بالراحة خالص هتمشيه بالراحة كده من الحرف بتاعه. هتلاقيه اتقفل كله معاكي بالطريقة السهلة دي. بعد كده خلاص اتقفل كويس اهو. هتجيبي فوطة بقى تحطيها وتحطي عليها كيس الملوخية بتاعك، لو في اي هوا ممكن تفضيه منها برضو. وهتبتدي بقى تخرطي في الاول كده بالراحة عشان تقطعي كل القطع الملوخية الكبيرة. وبعد كده هتبتدي بقى تسرعي شوية في عملية التخريط، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. لو بتحبيها ناعمة خالص يعني استمري لمدة ربع ساعة. انا عملتها حوالي 10 دقايق بالظبط واستعملتها. ممكن كمان تفرزيها بنفس الطريقة، يعني تقفلي الكيس كويس وبعد ما تخرطيها كويس جمعيها في جنب واحد ولفيها كويس وحطيها في الفريزر. ولما تيجي تستعمليها طلعيها وهي مجمدة ويكون الشوربة بتاعتك سخنة جاهزة، تنزلي فيها بالملوخية ومع رشة كربوناتو عشان ما تسودش منك. يعني عندك طريقة ممتازة جدا ان انتي تفرزي بيها، وان شاء الله الطريقة هتبقى في منتهى الجمال وهتعجبك. بعد ما هتخرطي كويس كده بالشكل ده هتلمي بقى كله كده في جنب واحد اهو. وهنبتدي برضو نخرط مرة تانية كده. تقلبي الكيس كذا مرة وانتي بتخرطيه، وما تخافيش الكيس مش هيتقطع منك. لكن لو قلقانة ان هو يتقطع واول مرة هتعمليه ممكن تحطي كيسين جوا بعض. انا ما اتقطعش مني الكيس خالص اهو، زي ما انت شايفة انا عملته كله قدامكم. شايفة شكله بقى عامل ازاي؟ هجمعه بقى كله مرة واحدة، وزي ما قلت لك لو هتفرزيه فرزيه بالطريقة دي. انا هحط شوية على رف التلاجة لغاية ما اجهز الشوربة بتاعتي، وهجهز كمان التوم بتاعي. ده الملوخية بتاعتي اهي بعد ما خرطتها كيسين، وكمان جبت حوالي 3 معالق كبار من التوم. وهبتدي دلوقتي بقى اعملهم. هحط الشوربة بتاعتي سخنة على النار، ومش هستنى لما تغلي، لكن لما تكون درجة حرارتها عالية جدا هبتدي انزل بالملوخية بتاعتي اهي. لو مش عايزاها تعمل معاكي الخطوط البيضاء اللي بتكون في الملوخية قبل ما تستوي ممكن تحطيها وهي بتغلي، لكن برضو بعد اول غلية توطي النار خالص خالص، تهديها لغاية ما تكون التومة بتاعتك جاهزة، لان لازم الملوخية تكون سخنة قبل ما تطشي التومة بتاعتك. هنبتدي بقى نجهز ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية صغيرة مع معلقة برضو صغيرة كده من السمنة، ونشوح فيها التومة بتاعتنا. هتسيبيها على النار كده لغاية ما تبتدي يعني تتحمر. وهنقلب الملوخية بتاعتنا طبعا ما تسيبيهاش تغلي، هتفضلي تقلبي فيها كده بالراحة وما تسيبيهاش تغلي خالص. لو حسيت ان هي بدأت تغلي معاكي وطي النار زي يعني شمعة، خليها شمعة لغاية بس ما تجهزي التومة بتاعتك عشان تعرفي ايه تطشيها عليه. بعد كده اول ما التومة بتاعتنا تحمر هتبتدي تنزلي بقى بمعلقة من الكزبرة الناشفة اهي، كزبرة ناشفة ناعمة، وتبتدي تقلبي تقلبتين وتنزلي بيها على الملوخية على طول. طبعا ما تنسوش تشهقوا بقى، انتوا عارفين الملوخية يعني تشهقي. بعد كده بعد ما تنزلي بيها تقلبي كويس، وبعدين خلاص هتطفي النار. ما تسيبيش النار ولا اكتر من كده عشان ريحة التوم كمان ما تضيعش منك. شايفة شكلها اخضر وجميل ازاي؟ نفس الطريقة لو فرستيها وقلتلك طلعيها من الفريزر على طول على شوربة سخنة ومع رشة كربوناتو ما تقلقيش برضو مش هتسود منك. لكن وهي خضرة كده يحبذ ان انت ما تحطيش فيها كربوناتو، لان الكربوناتو برضو ممكن يتعب المعدة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه.
زي ما انتوا شايفين تقول الملوخيه بتاعتي، لان احنا بناكلها بالعيش، لكن لو بتاكليها بالرز ممكن تكتري شويه الشوربه بتاعتها، بس برضو خلي ايدك معيار عليها، يعني ما تخليش الملوخيه تبقى خفيفه قوي منك. وطبعا لو بتحبي الملوخيه اخف من كده يعني هتاكليها على رز، ممكن تحطي يعني تزودي شويه نسبه الشوربه بتاعتك. طبعا احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انت تكوني استفدتي منه. ان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي، هنعمل مع بعض بقى حلويات عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. ولو اول مره بتزوري القناه بتاعتي يا ريت تدعميني بلايك، وكمان اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.